بقول لك اكرام الغاوي فرجته. طبعا يا باشا. اكرام الغاوي ايه؟ بصوا يا جدعان الرمايه، الراجل زهق من الحمام ورمى الحمام، يلا بقى يروح بدل ما يقعد يشيله. هو ده الحلواني يا حليم صح؟ ده اسود ابن قطاطي يروجو. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حمامه متستفه في بابا وكانت منشوشه وكانت طايره. مخدومه صح يا جدعان، مخدومه صح. بسم الله ما شاء الله. اهوت الريشه العريضه. بسم الله ما شاء الله. صاحبها بيتكلم في 8 حاجات. لا هو بص اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. أيوة هتلاقي قص ب 10 جنيه وهتلاقي قص ب 10000 جنيه. بدايه التقرير بتاعنا في احسن سوق حلوان. بسم الله ما شاء الله. حمامتين وزار. بس الاول نخش نصبح على الحاج احمد. الحاج احمد اول واخر اللي انا صورت معاه. صباح الفل يا حاج احمد. ونصبح على صفحتك الحلوه الجميله دي، الناس المحترمه. احمد يا جدعان، المعلم احمد اللي هو كان الغيه بتاعته موجوده وكان مستضيفنا انا واخونا ايمن شوقي، والغيه بتاعته موجوده بسم الله ما شاء الله على سلسله قوه الغوار. نصبح بقى على الصحبه الحلوه الجميله اللي معاك. صباح الفل يا غاوي. نهارك ابيض يا باشا. اسمك الكريم ايه؟ محمد. منين يا عم محمد؟ احسن ناس يا باشا. منور السوق، كلنا منورين السوق. صباح الفل يا عم محمد. نهارك ابيض. صباح الفل يا غاوي. نهارك ابيض. اسمك الكريم ايه؟ عم احمد. منين يا عم احمد؟ عزبه البلبليه برضه. انتوا جيران ها؟ واصحاب. احسن ناس والله، منورين الدنيا. بسم الله ما شاء الله. عندكم حمامتين معاكم، حمامتين النهارده وزار حلوين بسم الله ما شاء الله. ممكن بقى عندنا سياسه حلوه على القناه، الحاج احمد عارفها، عشان كده استضفنا عنده على في القناه في الغيه. اكرام الغاوي فرجته. اكرام الغاوي يا عم محمد فرجته. ففرجنا كده بعد اذنك عم احمد كده على الحاجه اللي عندك الحلوه دي بسم الله ما شاء الله، وقلبها لنا كده بحيث ان احنا بسم الله ما شاء الله بنتنشأ على الوزار هنا بصراحه في حلوان يعني. تمام. قبل سكروتها يا جدعان اهم بسم الله ما شاء الله. السمن العسل عاوز تقول، السهم الذهبي عاوز تقول عشق في السكروته وجمال السكروته. قول في بسم الله ما شاء الله. الضحك الباكي بس ما فيهوش دمعه ده كده يا عم محمد صح كده. ناقصه برضو النمر بما يرضي الله. النمر اللي ناقصه اقولها، والنمر اللي هي في عشان تغلف فرد الحمام او تقلل القص تقول لي عليها برضو عم احمد. بسم الله ما شاء الله. ده الدكر بتاع الطيره يا جدعان اللي احنا شفناها برضو بسم الله ما شاء الله. الضرب معقول. العظم المقرطس برضو شغال بسم الله ما شاء الله. لنقصه العيضه بتاعته برضو سنه صغيره مش طويل. وشكحه ما هو كل حاجه عم احمد على قد سعرها. يعني القص ده اخويا احمد عامل كام؟ كل القص عاملين 3.5. عاملين 3.5 350 جنيه. الفكره كلها اللي كل حاجه على قد سعرها. لان فرد الحمام بيقول لك انا بكام؟ لان الحمام مش مسعر مش ثابت. في سكروته ب 5000 جنيه وفي سكروته ب 350 زي اللي مع اخونا برضو احمد. الفكره دي كلها اللي كل حاجه ليها طوبها وليها سعرها. ولا انا بتكلم في الغلط؟ الله ينور عليك. طب ده الاول قص ده عامل 350. في برضو كلمه مع الزبون ولا ده بعد الاخر 350 من بعد الاخر؟ تمام الله يبارك لك. في قص تاني برضو انا شايفه اهو وبيت ورق. تمام. ده القص العادات يا جماعه، الاسترالي العادات. احنا بنقول عليه هنا عادات. ناس بيقول لك عليه وزار، ناس بيقول لك عليه صوافه، بس احنا بنقول عليه هنا في حلوان استرالي عاده. استرالي عاده. ده الذكر ودي الطير يا عم احمد. قلبها لنا برضو، ورينا جريدها كده برضو يا ابو حميد. ما تبقاش بخيل علينا كده. الله اكبر عليك. طبعا الفل يا رجاله. نهاركم ابيض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دول حمامتين. ده حمامتين متهانين. وبعدين في قلش كمان اخويا احمد برضو ظلم الفرد الحمام دلوقتي فرجته. الله يبارك لك في حلالك. القص ده عامل كام يا اخويا احمد؟ ده عامل 700. تمام. الله يبارك لك في حلالك. بعد اذنك بقى الصفر الورق دول اتفرج عليهم. صفر برضه على قديهم يعني. لا القنيره بتاعته حلوه والله، والورق بتاعته حلوه شغال برضه بسم الله ما شاء الله. الضربه بس بتاعته هي اللي ايه ضايع منه مع العيده. ده الطيره دي الطيره. وده الذكر بتاعها. ده الذكر بتاعها بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قلنا القص السكروته الاول ب 350، قص العادات ب 700. الكلام ده اللي من بعد الاخر. قص الصفر الورق دول عاملين كام يا اخو احمد؟ عاملين 250 جنيه. قص بسم الله ما شاء الله. الضمان ربنا اللي هو الذكر شغال والطيره بتحصي صح كده. الفكره كلها يا عم احمد اللي احنا كلنا عارفين بعضينا هنا في السوق، بحيث انا لو خدت او الراجل الشاب المبتدئ ده خد مثلا قعدوا شهر عنده ما اشتغلوش، القص يلزمك تاني صح كده.
الفكره دي كلها عشان نقرب بس المسافات مع الناس كلها مع الغوايه. وبرده لو في عندك حمامتين برده ممكن اللي احنا نيجي نصورهم بحيث ان انت لو في تصفيه. انت بتصفي ليه يا اخويا احمد؟ انا بقى بقيت السباك وبقيت كل حاجه يعني. بحيث ان انت هتشد ولا هتسافر؟ هتسافر عشان كده بتصفي. تروح وتيجي بالسلامه لعيالك ولبلدك بالسلامه ان شاء الله بامر الله. والحمام عش ونهاركم ابدا ان شاء الله ونهاركم كله رزق. احلى صباح عليك، احلى صباح عليك يا اخويا احمد، واحلى صباح على كل الغواه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين طقم السفروت اهو قص 350 مستواهم على قدهم، عشان كده سعرهم على قدهم. الحمام مش مسعر زي ما انا بقول. عندك الصفر الورق ب 250 جنيه، واخد بالك؟ عندك العادات عشان العادات مظبوطين شويه يقول لك ب 700 جنيه وممكن فيها كلمه كمان. الفكره كلها انزل ما تقلقش في سوق حلوان هتلاقي حمامتين حلوين. ممكن اي شاب مبتدئ يبتدي يعمل من الفسيخ شربات زي ما انا بقول. ممكن دول يكون وراهم حمام، يكون ضمهم حمام، يكون ولاد حمام، تعرف تطلع حمام قوي منهم. هي دي الفكره كلها، فكره الجواه اللي انت ازاي تعرف تقلب فرد حمام وتعرف اذا كان ده ابن حمام ولا لا. الله اكبر. انا شايف السفروته حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. هو بس ينقصوا نمر صغيره دمعه العين بتاعته لان معروف اللي هو الضاحك الفاجر. ينقصوا مثلا سنه عيضه بس مش وحش، السعر بتاعه ده مش وحش. وهي دي الفكره كلها. هنكمل بقيه التقرير بتاعنا باحسن سوق حلوان. انتظرونا ان شاء الله باحلى تقرير مع الحمام بتاع النهارده غير التقرير بتاع سمير وخلفت بتاع امبارح. النهارده تقرير الحمام بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. حمامتنا الله اكبر عليهم اهو في سوق حلوان 5. وهنكمل بقيه التقرير بتاعنا في سوق حلوان، احسن سوق في حلوان. بس زي ما احنا متفقين اول لما نتعرف على الحمام نتعرف على صاحب الحمام. صباح الفل يا شهاب، عامل ايه؟ الاخبار؟ الله يخليك يا شهاب، الله يكرمك. دوام لله يا اخويا، دوام لله حبيبي. ابوك عامل ايه يا شهاب؟ كله بخير. محمد شهاب يا جماعه، محمد شهاب يا جدعان. شهاب اخو محمد شهاب، اخونا وحبيبنا يعني. احلى محمد شهاب واحلى شهاب في الدنيا. معايا حمامتين برضه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اجيب لك الريحانه. ورينا كده الريحانه كده يا شهاب. رمايه طويله. رمايه طويله. ابو منقر ايه؟ قص مع بعضه. قص مع بعضه. دي الطيره ولا الذكر ده؟ ده البيت. دي البيت. فنيارة حلو برضه يا جدعان اهو، والذكر كمان فنياره جميل بسم الله ما شاء الله. هما الاتنين شبه بعض شويه. وليه عيضه كمان. ذكر اهو بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ب 170. كام بقى القص ده يا شباب؟ 170. ب 170 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ودول قص وشوش. ده اللي من بعد الاخر يا شهاب ولا في كلمه يا شهاب؟ لا في كلمه. في كلمه يعني تخلص على 1.5 مثلا. أيوة. الله يبارك لك يا شهاب. المراسلات دول زي ابوك يا بتسهل العمليه، زي ابوك حبيبي يا شهاب. ورينا كده المراسلات دي. ده الواد. ده الواد ده تمام. الضرب بتاعه. البنوده بتاعته امك. تمام يا شباب تمام. بس النتايه مسيفه جامد قوي كده يا شباب. دي كانت مقتوله عند صاحبها دي. ايوه المحل بقى عندنا. الحمام ده ما كانش عندكم انتوا في الشياله؟ المحل اللي مفتوح عندنا. محل ايه؟ محل كناريا. والله؟ محل كناريا بتاعكم؟ صاحب ابويا الكلام ده والله. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل. احلى كناريا في الدنيا واحلى رجاله كناريا في الدنيا. مبروك الافتتاح يا رجاله. مبروك يا باشا. احلى كناريا في الدنيا. لسه شهاب دلوقتي بيقول لي والله، بيقول لي الحمامتين دول جايين من محل كناريا. بقول له يا عم النتايه مسيفه ليه كده المراسله؟ قال لي محل كناريا. قلت له محل كناريا بيطلع الحاجه المظبوطه. صباح الفل يا غاوي. نهارك ابد ان شاء الله. احلى صباح عليك يا اخويا. عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الله يبارك لك. عرف نفسك برضو لاخواتنا وحبايبنا على القناه. يا اسطى من عرب الوالده. اخونا علي. علي اللولي من عرب الوالده. حبيبي علوه حبيبي. المحل بتاعنا اهو كان هتيجي تشرفنا ان شاء الله. على راسي على راسي. اشرف اخويا الصغير. على راسي. عندنا الغايه بتاعت اشرف يا باشا. على راسي على راسي اقسم بالله. حبيبي. اي حد حلواني رجليه فوق دماغي يا باشا. هتطلع غيتي بس انا بحضر حبه دكاتره كويسين كلهم وزار. حمامتين هيعجبوك. تمام. انت طلعت عند اشرف كلهم جمعيات وكلهم بتاع وحمامتين اللي عاملهم عشان اشرف اخويا الصغير. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا عملت هناك انا هعمل في عرب الوالده برضه بدايه جديده. الله يبارك لك. الله يبارك لك. محمد شهاب واخوه الصغيرات جنبنا. ده شهاب من الشباب المحترمه واخونا محمد شهاب من الناس المحترمه. محمد شهاب استاذ. ولسه دلوقتي بيقول لي محل كناريا فتح عندنا في الوالده. قلت له ما ينفعش محل يفتح في سلسله عندنا على القناه اسمها اعرف محلك فين. انا الصياد طالع فيها واخواتنا وحبايبنا كله اصحاب
واصحاب المحلات كلها. طالما انت حلواني يبقى فوق دماغي من الاخر يعني. الله يبارك لك، انتوا قد الدنيا يا رجاله ان شاء الله تشرفنا وتشرفين حلوان والله بحمامتين حلوان. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يعزك، نارك ابيض. هنكمل اهو يا جدعان التقرير بتاعنا مع شهاب، الكابتن شهاب بيقول لي الحمامتين دول بتوع كناريا، محل كناريا. حمامتين دول بتوع محل كناريا. دي الزيادات بقى يا شباب اللي في المحل عند كناريا، زيادات والحمام اللي احنا عايزين نفصلها وترجع تاني المحل. ايوه ايوه. ذكر استرالي بسحنه، ذكر استرالي بسحنه مع انت اهو الحمام اللي انت خدته من استرالي بسحنه بتيجي. ما الحمام القطه كلها كلته ما خلتش زغلول، دخلت كلت 11 زغلول يا شباب، 11 زغلول يا شباب. يعني العين جت فيه رشق يا معلم. الزغاليل. وعندكم كمان شهاب، ابو شهاب محمد شهاب بيقول لي، ابوك بيقول لي مش عارف العصافير وقعت وحمام وقع، ف الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اسلام فرحات ما ينفعش انه نشوفه لما يصبح على الناس. احلى مسا عليك، احلى صباح عليك يا شهاب، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يخليك يا اسلام، الله يعزك، الله يكرمك. وريني الذكر كده اهو يا جدعان الفكره كلها تمام بتاع محل هو ده حمام محمد شهاب وده محل كناريا. الذكر ده بتاع محمد شهاب؟ لا الحمام ده لسه بسأل شهاب، بقول له الحمام ده المستويات بتاعت محمد شهاب عاليه. قال لي لا ده المحل زيادات عند اخونا برضو في محل كناريا، واخد بالك في محل كناريا يعني. محل كناريا بقى الزيادات دي الزيادات اللي عنده، دي الزيادات اللي عنده دي زي ما انتم شايفين يا جدعان. دول حمامتين الزيادات اللي في المحل بتاع محل كناريا. واخده صباح الفل يا غاوي، عامل ايه يا الاخبار؟ واخده المدبر ده. والله ما يمشي. هو فين العدسان؟ عايزين نشوف البيعه دي. اسمح لي يا اسلام نشوف البيعه بتاعتك انت دي. اتفضل يا الله يبارك لك، الله يعزك. بقاء لله. دوام لله يا اخويا، دوام لله، الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك، الله يعزك يا اسلام، الله يبارك لك. دوام لله يا اخويا، ما عايزكش في غالي ابدا يا اسلام. الله يخليك يا ابو. ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما شاء الله يا عم هتتباع دي انتهي الساعه زي حضرتك يا حمام لسه جديد، لسه جديد لسه. خلي بالك المبتدئ دلوقتي مش شباب، المبتدئ في ناس كبيره، واحد 65 سنه خرج معاش وبقى مبتدئ حمام. 5 سنين ربنا الاول نتعرف على اسم حضرتك. رشدي يوسف من حلوان. رشدي يوسف من حلوان. حبيبي اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ منين من حلوان؟ ما احنا كلنا حلوانيه. حلوان نفسها من الفقار، اساسا من شارع الفقار. وقاعد عندي بس بقول لك قاعد. ايه اللي دخلك بقى؟ ماشي انا انت الاول شرفتنا يعني الاول كوقت كده مثلا وشيء الواحد ابتدى يروح له كده. طيب الاول انت دخلت ليه في الحمام يعني؟ انا بقول لك شيء بقيت حسيت ان هو يعني حاجه بتحدثنا عليه، بس انما هو لسه في السن ده. سن حضرتك قد ايه دلوقتي؟ 56. بس وانت طفل كان نفسك تربي حمام او بتحب الحمام؟ كنت الاول بحب الحمام. دلوقتي جالك الفرصه اللي انت تربي حمام. سليم صح كده؟ هتربي بقى في السطح ولا في بلكونه ولا هتعمل ايه؟ لسه انا هو فوق السطح. فوق السطح عندي مجال. عندك مكان فوق السطح. يبقى انت كده هتخش في غايه الحمام. ان شاء الله. ابنك الكبير اسمه ايه بقى؟ محمد. نقول ابو محمد على طول. ابو محمد اي حد في سن حضرتك كم سنه حضرتك قلت لي؟ 56. ربنا يديك الصحه، رب صباح الفل يا رجاله. 56 سنه فعلا. في حد بقول لك زي ما المبتدئ دلوقتي يا عم ابو محمد، المبتدئ ملوش دعوه بالسن يعني. ما في ناس خرجت معاش، واخد بالك؟ في ناس في موضوع كورونا ده الظروف بتاعتها حكمت اللي هي تقعد في البيت، فهي المبتدئ دلوقتي ما بقاش اللي هو شاب صغير، بقى مجرد اللي هو راجل كبير. انت دلوقتي اي حد في سنك برضو يا عم ابو محمد مثلا 65 سنه او حاجه زي كده، هيخش مثلا في غايه الحمام ازاي ويخش ازاي يبتدي بيها واحده واحده كده؟ هو اول حاجه بيخش على النت يبتدي يتعرف تمام. وبعدين يشوف الناس القريبين ليه، يعرف المصطلحات بتاعت الشغل ده بتبقى ازاي او كلمه ايه. تمام. وبعدين النصيحه حلوه برضه، في ناس هتنصحه وهتدله على الصح. يقولوا له تبتدي ازاي، يعني تبتدي بزغاليل او يبتدي بشغل ايه، يبتدي يخش كميات. بعد كده يخش في حمام اللاحم، في التقيل بعد كده الحاجات دي. يعني يخش الاول في الحاجات الحنينه الشعب الاول، الشوامات مثلا الشوامات الحاجات الكريزليات اللي هي على قدها اللي ما تعملش معاها خساره. يعني القص ابو 50 60 جنيه بسيط عشان تعرف تفرخه وتعرف تمسك مثلا زغاليل وتعرف تقوم الزغاليل والكلام ده كله. كل الحاجات وبعد كده انت حضرتك بتشوف انت حابب ايه في الحمام
سوى اللحم الفرنساوي زي ما انت قلت لحضرتك كده. الفرنساوي ده كويس بس تمام. برضه ما يبتديش بيه. بس انت النصيحه الاولانيه اللي تقولها اي حد في سن حضرتك من 50 وانت طالع، ابتدي الاول بالشعبي. بالشعبي اللي هو الله يفتح عليك. برضو الشاب الصغير انا دايما بقول له كده، برضو المبتدئ برضو الكبير يبتدي بشعبي الاول، الشعبي يتعلم فيه وبعد كده يبتدي يعرف النتايه بتحص، لما بتحص بتقعد قد ايه، بتذكر سكاكه، وبعد كده بترمي الحصوايه وكم يوم ترقد عليها، وكم يوم الحصوايه تتفك وتبقى زغلول، وتقوم الزغلول ازاي، وايه اللبه اللي انت المناسب اللي انت تديه للطيره. تجرب الاول زي ما بيقولوا كده في حمام ببلاش الا ربع. الله ينور عليك يا ابو محمد. الله ينور عليك، صح كده، الله ينور عليك. فهي دي الفكره كلها، وبعد كده بقى بتخش انت حاجه استثماريه بقى او حاجه انت حاببها، يقدر يعمل منه فلوس او يعرف يعتمد على نفسه ما يخسرش حاجه. بالامانه كده برضو انت داخل الحمام شغل استثماري ومش عيب، ولا محبه في الغوايه وتربيه الحمام؟ لا هي لسه محبه في الغوايه مش فلوس. اللي عايز يعمل فلوس صعب من الاول. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. انا بقول نصيحه اللي معاه قرشين ويعمل عاوز يعمل بيزنس او يعمل مشروع، ابعد عن الحمام. ابعد عن الحمام دلوقتي. الله ينور عليك، لان الحمام لو انت دخلته في تجاره هتخسر. صح كده؟ الله ينور عليك يا عم ابو محمد، وانت راجل محترم ونورت غيه الحمام اولا، ونورت قناه اخوك ابو هوجن، وعلى راسنا من فوق ان شاء الله بامر الله. وبامر الله بامر الله هيجي في يوم من الايام ربنا يكرمك سنه او سنتين هنصور عندك في مكانك ان شاء الله. بامر الله هتبقى مزرعه كده للحم الفرنساوي، وربنا يرزقك خيرها ويكفيك شرها حبيبي ابو محمد، ونهارك ابيض ان شاء الله. نهارك ابيض، ربنا يبارك لك. الله يخليك يا ابو محمد، الله يبارك لك. شرف ليا والله يا ابو محمد، على راسي من فوق. صباح الفل يا رجاله، صباح الفل يا رجاله، احلى صباح على الرجاله. ما ينفعش اشوف الرجاله دي عشان ما يزعلوش. معلش يا محمد يا شهاب، صباح الفل يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الله يبارك لك. انت راجل محترم يا شهاب زي ابوك، اقسم بالله والله العظيم انت محترم زي ابوك، واسمك على اسم جدك على فكره شهاب برضه. شهاب للمره الثانيه ابن محمد شهاب، اخونا وحبيبنا الراجل المحترم اللي احنا صورنا عنده فيديو اختار الصديق قبل الطريق، لكن ابوك دلوقتي اليومين دول مشغول عن الاسواق في الانتخابات والقصه دي، كان الله في عونه يعني، كان الله في العون. انت محترم زي ابوك، عشان انت دلوقتي لسه برضو فرد الحمام واقف، وانا اسف للمره الثانيه لازم اتاسف لك، بس الفكره كلها بتاعت راجل حبيبنا غاوي لسه داخل في الحمام جديد عنده 55 سنه، فهي غايه الحمام ملهاش سن شاب، فاهم قصدي؟ شاب صغير او راجل كبير كلهم على راسنا من فوق، وندي لهم المعلومه الصح اللي هم يمشوا عليها. حبيبي يا شهاب وريني بقى انت كده لسه فرجنا على ايه؟ تمام. بسم الله ما شاء الله. ليه بيمشطوا عندنا كده شهاب الحمام على طول؟ عشان بيجروا ريش عشان ما يفضلش الصامه والكلام ده في الرمي التماس. تمام تمام. وانا دلوقتي كنت مجري كام فرد حمام في الريش كده، ودلوقتي معايا رميتهم من هنا. انا اوريك برضو في السوق الجاي نزودهم شويه. بامر الله بامر الله يا شهاب، بامر الله. تابع الجمعيه بيبدا من 50 ل 45. تمام. ده جوز على بعضه يا شهاب. ده ذكر لوحده. ده ذكر لوحده؟ تمام. ورينا العوابسه كده. دي التيره؟ عوابسه على قدها. دي التيره. الله ينور عليك. ليه قلت على قدها؟ عشان الدرب بتاعها بص لازم يكون ابيض ملحي، دي مش منوره قوي. دي طيره دي؟ ايوه دي طيره. تمام. هم قص على قدهم ولا الطول ولا كده، هم وسط يعني. قص على قدهم يعني. من ابو كام مثلا ده؟ هم القص على بعض 80 ب 80 يعني ابو 80 جنيه يعني. قصدي الشهاب يا جدعان اللي هو ابو 80 جنيه، لان زي ما انتم عارفين الحمام مش مسعر، كل فرد حمام بسعره، وبيقول لك انا تقليبي ايه وسعري كام بالتقليب بتاعي. مش ايوه، وبرده ما فيهوش عيده قوي يعني. هم حاطين على قدهم على قدهم على قدهم. انا ابو 80 جنيه يا شهاب، انا ابو 80 جنيه. ما معظم الحمام هنا خلينا نصرها مع بعض في السوق برده على قدهم، بس الفكره كلها لو انا لقيت حمامه حلوه اعمل زي الفيديو اللي انا عملته كده معاهم. شفت حمامه حلوه وعارف محمد شهاب عنده حمامه حلوه وحمامه وزار وبيوت جامده، اروح اخد من الغاوي ده. هي دي الفكره بتاعت الاسواق يعني. وده ابيض جايبين واحد جايب تشار ابيض بدبوس. ابيض بدبوس. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. الذكر ده عامل كام؟ عامل 40. 40 جنيه الذكر. ذكر اسكندراني اهو يا جدعان عامل 40 جنيه. هما وهنا برضو قصه هزيت على قدهم. الازاز برضو على قده، ازاز مصر اهو مش هندي. هي دي الفكره كلها بتاعت السوق، وشهاب قصده اللي الفكره كلها في حمامتين على قدهم في السوق. تركي شقلباز اهو. تمام. الله يخليك يا ايه. تركي شقلباز. ده عامل 30. عامل 30. سهل العمليه مع الناس. تمام. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الله يبارك لك. ده في الجمعيه دي بنفس الكلام يشتري. تمام. الهزاز ده عامل كام؟
دول عاملين 70. 70 جنيه. قصد ده الشعبي. ونعم بالله الدوام اللي قاعد الله يخليك. هي الفكره كلها قصد ده كان الشهاب. نميكش على حساسية. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا شهاب، الله يبارك لك. هو ده قصد شهاب ان الحمامتين بتاعتنا على قدهم.